انتي وصلتي المستشفى يا فيروز في الوقت المناسب. حصل لك جفاف بسبب كتر الملح اللي أكلتيه، وواضح كده إن حاسة التذوق عندك مش في أحسن حالتها، عشان كده ما خدتيش بالك إن الزيتون كان مملح قوي. وحاسة الشم كمان يا دكتورة، ما كانتش شم أي ريحة خالص في معرض الزهور. لا 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 لا، كده شكي بقى في محله. انتي غالبا في بداية دور برد شديد أو التهاب في الجيوب الأنفية، بس ما تقلقيش، مع العلاج إن شاء الله حاسة التذوق والشم ترجع زي ما كانت. هناخد العلاج ونلتزم بالتعليمات، اتفقنا؟ اتفقنا يا دكتورة. هو الزيتون كان حلو قوي؟ تحفة يا دكتورة، تاخدي واحدة؟ لا 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 شكرا. ألف سلام عليك يا فيروز، إن شاء الله لما تاخدي العلاج وترتاحي هتبقي زي الفل. شكرا يا دكتورة، سلام عليكم. استنوا بس، قولولي لقيتوا تيوليب في معرض الزهور؟ صحيح، المسابقة كان في مسابقة يا دكتورة، زمانها قربت تبدأ والجائزة كانت تيوليب. فراولة كانت عايزة تفوز بس للأسف مشينا عشان أنا كنت تعبانة. طب لما الحق انا اكسب بقى المسابقة خديني معاكي يا دكتورة. عجيب 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 عجيب. كوكب العجايب. هو ده مركز صيانة براعم التذوق يا شيف برعوم؟ ايوه يا سفروت، شكرا انك وافقت توصلني. كمل جميلك وادخل معايا بقى. طيب حاضر. ايه ده يا باشمهندس شوكولاته؟ الظاهر اننا كبرت خلاص وهكعت. ازاي بس؟ ما تقولش كده، هو انت شغال في لسان مين؟ انا برعم تذوق على لسان بنت صغيره. يمكن البنت دي عندها برد ولا جيوب أنفية يا شيف برعوم. ما تقلقش، خليني أفحصك كويس. يا خبر، مش ممكن. يا باشمهندس قلقتني. لا 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 لا، ما تقلقش خالص، انت زي الفل وكل خلاياك تمام. الخلايا اللي بتلمس الطعام بخير، والخلايا اللي بتساعدها كمان ممتازة، وكمان الخلايا العصبية اللي متوصلة بيها واللي بتبعت إشارات للمخ عشان المخ يتعرف على نوع الأكل الموجود على اللسان في اللحظة دي. كل ده تمام زي ما توقعت. غالبا البنت عندها دور برد شديد. باشمهندس شوكولاته، يا باشمهندس الحقني ربنا يكرمك، ده انا تعبان خالص. سلامتك، ألف سلامة عليك يا أستاذ شمشوم. ثانية واحدة أخلص شيف برعوم وأفحصك بسرعة ربنا يكرمك، لحسن من ساعة ما كيلو الزيتون اللي فيروز أكلته دخل تجويف الفم تحتي وأنا هتجنن. وإزاي مش وصلني أي ريحة له؟ واللي قاهرني إنها دخلت مكان مليان ورد وزهور. تخيلوا كلكم ما قدرتش أشم أي زهرة. سلامتك يا أستاذ شمشوم يا جاري. انتوا تعرفوا بعض؟ أيوه، أنا خليل شغال في المنطقة الشمية، وشوف برعوم تذوق في اللسان، ساكن تحت يعني. ما انت عارف يا باشمهندس المنطقة الشمية ولا ايه؟ شكلك مش عارف، كل الناس مش عارفة بيتي كده، عشان طبقة رفيعة خالص من الخلايا موجودة في سقف الأنف. لا طبعا يا شمشوم، عارفين بيتك كويس جدا. بالأمارة انت في أعمق حتة في سقف الأنف، علشان كده لما بنعوز نشم ريحة حاجة قوي بنقرب منها أو بناخد نفس عميق عشان جزيئات الريحة توصل ليك انت وزمايلك في المنطقة الشمية وتتعرفوا عليها كويس، صح؟ ايه ده؟ برافو عليكي يا باشمهندس، صح طبعا. وريني كده لما افحصك. يا خبر، معقول كله تمام ومية مية يا شمشوم. انت كويس جدا، بس بسبب دور البرد اللي عند البنت عمل انسداد في الجيوب الأنفية ومنع وصول الروايح ليك وللخلايا اللي حواليك، فما قدرتش تشم. طيب وانا مالي بقى يا باشمهندس؟ لما شمشوم وزمايله ما يشموش الإشارات بتوصل للمخ مشوشة، فمش بيقدر يشعر بطعم الأكل، لأن عشان المخ يفسر الطعم لازم تجيله إشارات عن الطعم والريحة مع بعض فيقدر يفسره. ياه، سبحان
سبحان الله، كل ده عشان الشخص اللي بياكل يعرف طعم اللي بياكله. ده انت طلعت مهم بالنسبة لنا يا شمشوم. أهم حاجة إننا نطمن على نفسنا. الحمد لله الحمد لله. إن شاء الله لما فيروز تخف هنرجع تمام. فيروز؟ يا خبر ابيض، عن اذنك يا شيف برعوم، انا لازم اسافر كوكب الارض حالا. عجيب 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 عجيب. كوكب العجايب. أعزائنا المستمعين، ومكملين معاكم فقرات حلقتنا بعد ما فريد عرفكم على أنواع الزهور والنباتات المختلفة في المعرض. دلوقتي موعد الاحتفال والمسابقة، وشايفين دلوقتي أطفال لابسين زي على شكل زهور جميلة، شكلهم هيغنوا أجمل وردة وأحلى صباح، معرضنا كله أفراح، نعناع ياسمين وريحان، تستنشق تسعد وترتاح، وما في أشكالها متعة، ألوانها بهجة وبراح، أصفر أحمر أزرق وردي زهري والأخضر والضاح. أجمل وردة وأحلى صباح، معرضنا كله أفراح، حمدا لله تعالى ربنا خالق الأرواح. والآن مع السؤال الأول، قرية في مصر تشتهر بإنتاج أكبر محصول زهور عطرية في العالم، ما اسم القرية وما اسم تلك الزهرة؟ قرية شبرا بلولة في محافظة الغربية، والزهرة هي الياسمين. ممتاز، 10 نقط لفراولة. والآن السؤال الثاني، ما هو الموطن الأصلي الأول لزهرة التيوليب؟ هولندا. إجابة خاطئة. تركيا، ثم انتقلت زراعتها إلى هولندا. إجابة صحيحة، ممتاز يا فراولة. الفائزة بالجائزة هي فراولة. الله على التيوليب وجمالهم. اتفضلي يا دكتورة، لازم تشاركيني في الجايزة. شكرا يا فراولة، متشكرة قوي. وانت كمان يا فريد. شكرا يا فراولة، بس أتشي. الحمد لله. يرحمكم الله يا فريد، انت لسه جاي دلوقتي؟ طب اتفضل. ايه العلبة دي؟ البسبوسة؟ شكرا يا دي بصلة دي ولا ايه؟ دي بصيلة التيوليب يا سفرود، بتتزرع تطلع زهرة جميلة. لا، ما اتفقناش على كده يا فريد. انت قلت بسبوسة مش بصلة. انت ماشي ورايح فين يا فريد؟ تعالى. أهلا بمعجزات جسم